الآن اليهود في العالم سيطروا على الإعلام، على التجارة، على السياسة. كثير من الشركات الموجودة في البلاد الإسلامية هذه الشركات تعتبر من أركان الدولة اليهودية. يعني هذه الدولة اليهودية قائمة ضمن ما قامت عليه على مجموعة من الشركات الضخمة، وهاي الشركات موجودة في بلادنا. عندما واحد يذهب إلى هذه الشركة ويشتري منها ثوبا أو طعاما، هذا الثمن الذي يدفعه يتحول إلى رصاصة تقتل مسلما. هذا جائز من الناحية الشرعية. العلماء راجعوا فتاواهم يفتون